بيتكلم على ان النادي الاهلي بيقول لك سكريبت كده نزل شرفتونا بعد بطوله كاس العالم، بعد الخروج من بطوله كاس العالم في المركز الرابع في اسهل مجموعه، قال لك شرفتونا. فكلمه شرفتونا دي مستفزه قوي. شرفتونا ازاي يعني؟ كامل الاحترام للنادي الاهلي والفريق، النادي الاهلي فريق كويس وفريق محترم وادى ما عليه في حدود الامكانيات، لكن تحت لكن 100 خط، في فرق كبير جدا ما بين الكره المصريه والكره الاوروبيه. في فرق، والكره الامريكا اللاتينيه في فرق. احنا عايزين نبني في حاجه اتعملت كويسه، مش هنقول وحشه، لكن عايزين نبني على الكويس، لكن ما نقعدش نفخم ونقول وشرفتونا وعملتوا انجاز والكلام ده، وفي النهايه ننسى البناء اللي اتعمل. احنا عايزين نبني على اللي حصل. احنا نتائج النادي الاهلي والفلوس اللي اتصرفت في النادي الاهلي يجب انها تعمل مستوى افضل من كده. النادي الاهلي خد مركز رابع في اسهل مجموعه على الاطلاق في البطوله. النادي الاهلي دخل في مرماه 6 اهداف، النادي الاهلي احرز 4 اهداف، النادي الاهلي خد اكتر عدد من الانذارات في المجموعه، واللي هي المجموعه الاسهل على الاطلاق. فبالتالي مش عايزين نقعد نفخم ولا